قبل ما ندوي الفيديو بغي نأكد على واحد النقطة مهمة. الهدف من هذا الفيديو هو التوعية وماشي التشجيع. I took a lot of LSD as a young man. A lot. LSD هو واحد المخدر اللي كتعتبر من المخدرات المهلوسة اللي كتعطي لك ياخذها تجارب حسية غريبة ومختلفة. اصل ديال التسمية ديال LSD هو حمض اللي سميتو ليسيرجيك، صنع اول مرة سنة 1932 طرف العالم الكيميائي السويسري ألبرت هوفمان. اول كان الهدف ديالو هو استعماله في البحوث العلمية والطبية، لكن مع الوقت بدات الناس كتاخذو كمخدر. هوفمان نفسه كان اول تجربة جربها كانت 1943 وكتب على التجربة ديالو اللي كانت مملوءة بالهلوسات البصريه. طريقه الاستعمال ديال LSD هي طريقه معروفه اللي كيجي على شكل ورق مقوى صغير كيسموه في المغرب التمبر، كديرو تحت اللسان ديالك، وكيتخاد ايضا على شكل حبوب ولا كبسولات كتكون صغيره بزاف. وحسب LSD الجرعه ديالو كتختلف من شخص لاخر، لكن ديما كيكون تاثير قوي سواء كانت جرعه صغيره ولا كانت كبيره. It was the most peaceful, joyous, incredible, life-changing experience I've ever had in my life. There were scary parts, foreboding parts. I always knew there was beautiful and joy and peace on the other side of it. It was freeing. It was really freeing. التأثيرات الحسية والعقلية ديال LSD كيبدا يحس الإنسان يعني بتغييرات قوية في الحس ديالو. الناس اللي كياخذوه كيهضروا على تجارب حسية بحال الألوان اللي كيشوفوها كأنها حية وكيتحركوا، أصوات اللي كيسمعوها بحال جاية من شي عالم آخر، تغييرات اللي كتمس حتى الإحساس بالوقت، والواحد كيبدا يحس أن الوقت كيمشي ببطء شديد ولا بسرعة غير طبيعية، يعني سرعة خرافية ما عمرش بحال الوقت كيهرب منه. وكاين حتى تأثيرات نفسية. التأثيرات النفسية هي كتكون بحال الذهان ولا البارانويا، نوبة الهلع، قلق الشديد، تغيرات مفاجئة في المزاج من السعادة القصوى، يعني بغى يطير بالفرح الحزن العميق. من ناحية اجتماعية راه باين هادشي، راه فهمتيني، غيرولك مع العائلة ديالك مع الناس، غتولي حماق من الاخر. الاخطار والمضاعفات ديال LSD واخا الناس كيقولوا باللي هو مجرد تجربة ممتعة، ولكن يقدر يسبب مشاكل خطيرة. من بين هذه المشاكل اللي هو اضطرابات عقلية ممكن تستمر، يعني واخا تحيد المخدر تقدر تستمر للأبد، ونوبة الهلع اللي غتبقى تجيك بسبب انك كتشوف داكشي، غتنعس تبقى ديما كتسترجع ديك الكاسيطة، ديما تتعاود في راسك ديال دوك الحوايج اللي شفتي حيت ما عمرك غادي تنساو. بلا ما نهضروا على الحوادث، تقدر تقتل، تقدر تطيح فوق شي بلاصة عالية الا كنتي مثلا في شي جبل وخديتي، تقدر تضرب شي واحد بشي طانوبيل، تقدر تبقى غادي في الشانطي وتضربك شي طانوبيل ولا كاميو ولا موطور ولا ما عارف، فهمتيني. في المغرب LSD ماشي من المخدرات المنتشرة، ولكن كاين اللي كيستعملوه غالبا كيبقى محدود في الاوساط يعني المغربيه، فهمتي، ولكن كاين. وحتى الدوله كدير واحد مجهود كبير كتحارب دوك اللي كيروجوا، كتحارب الاستعمال ديالو. العلاج ديال الادمان نقدروا نقولوا بلي كاين علاج نفسي اللي هو جلسات مع مختصين في العلاج النفسي، وكاين دعم اجتماعي. الدعم الاجتماعي هو الدور ديال العائله والاصدقاء، فهمتيني، الى اخره. والادويه هذه فقط في بعض الحالات ممكن لك تستخدم الادويه باش يواجه المريض الاعراض الانسحابيه الخطيره ديال بصح، واللي كتكون في الاغلب مشاكل نفسيه مرتبطه بالادمان. خلاصه الا قربتي لهذا الشيء كتقلب على خرا ضربك، فهمتيني. تقدر تسطى، لان كنت شفت واحد الوثائقي ديال 45 دقيقه قال واحد باللي شاف الناس اللي خداوه اللي ما عندوش شخصيه قويه، غير كيتخلع كيتسطى في البلاصه، ما كاينش تخلع غتحماق. هادشي بلا ما نهضروا انك تقدر تموت، تقدر بزاف الحوايج. هادشي اللي تكون في اول فيديو. الهدف هو التوعيه والتعريف، ماشي باش نشجعك عليه ولا تقول غادي ندير شي تجربه جديده غتجيبها في راسك. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. سوش لايك، سبسكرايب، نستناو فيديو جاي ان شاء الله.